ابني اللي عنده 5 سنين نفسي في طرق بسيطه جدا اقدر ان انا اعلمه بيها ايه هو الذكاء الاصطناعي. مش بس هنعرفه ايه هو الذكاء الاصطناعي، لا احنا كمان هنخليه يعمل بيها برنامج. ويلا بينا نتعلم حاجه جديده. اهلا بكل اصحاب المبرمجين. النهارده ولادنا اللي هو من اول سن 5 سنين لحد 8 سنوات هيتعرفوا على فكره الارتفيشال انتليجنس من خلال البرنامج اللي هنعمله النهارده. هيتعرفوا اكتر ازاي ان هو يستخدموه، وازاي نقدر ان هم يعملوا برنامج يتفاعلوا معاه. وطبعا الاطفال في السن ده بيبقوا فرحانين جدا لما بيقدروا ان هم يتعلموا حاجه الناس الكبيره كلها عماله تتكلم عنها، ويقدروا ان هم يكونوا جزء من العالم ده. وفي نفس الوقت نخلي استخدامهم للسكرينز يكون مفيد، ما يبقاش فيه تضييع وقت. وكده كده انا دايما بنصح اي حد ان لازم السن ده لازم نقنن جدا من استخدام الشاشات. فاتمنى ان شاء الله المشروع يعجبكم ويبقى بسيط لاولياء الامور ان هم يقدروا ان هم يشرحوه للولاد، او الولاد صغيرين يتفرجوا عليا يقدروا ان هم يفهموا مني ببساطه هم هيعملوا ايه. زي ما احنا شايفين كده هنعمل برنامج بسيط خالص، ان انت هتبدا ان انت تستخدم صوابعك علشان ترسم، ومكان ما تحرك صباعك هو هيبدا يرسم زي ما احنا شايفين كده. يلا بينا نبدا. اول حاجه عندنا البرنامج اللي هنشتغل عليه النهارده هو برنامج اسمه بيكتوبلوكس جونيور. بيكتوبلوكس جونيور دوت هو مكتوب على الويب سايت بتاعهم من الاطفال من اول 4 سنين يقدروا ان هم يستخدموه، مع ان انا شايفه ان هم صغيرين شويه، بس هو ده اللي موجود على الويب سايت بتاعهم الرسمي. اول ما نفتح pictoblox.ai، وطبعا هتلاقوا اللينك تحت في الوصف في الديسكريبشن، هندوس عليه وبعدين هيتفتح لنا جونيور بلوكس ولا بلوكس. فاحنا هنختار اللي هي اول واحده اللي هي مكتوب عليها جونيور بلوكس. لو اي حد لسه اول مره خالص يتعرف على السن دوت او ان هو يعمل بروجرامنج او اي حاجه، انا انصح ان انت ممكن تشوف الكورس بتاع سكراتش جونيور، هيعرفك ديك فكره اكتر، هيديك فكرة أكبر عن استخدامات البلوكس بالنسبة للعمر الصغير دوت هم يعملوا إيه. هو البرنامج هناك سكراتش جونيور هو شبه جونيور بلوكس، بس أنا حاسة إن سكراتش جونيور بصراحة أسهل شوية في الاستخدام، وخاصة لو حد لسه أول مرة خالص يستخدمه. هنبدأ مع بعض بقى هنا اهوت هيتفتح لنا الشاشة زي ما احنا شايفين كده. الشخصيه اللي موجوده دايما عندنا هي شخصيه توبي اللي هي اللوجو بتاع بيكتوبلوكس. هنلاقي تحت ان هو كده على الشمال انتوا شايفين كور كده ملونه، شايفين السيركلز ديت الملونه او الدوائر الملونه دي. اول واحده الزرقاء ديت بتدل على لو دوسنا عليها دي كل واحده من دول بلوك. البلوكس دي كلها بتستخدمها عشان الموشن، يعني الحركه، مسؤول عن الحركه، يمشي قدام يمشي لورا يلف يرجع. تاني واحده اللي هي البيربل او اللي هي بلون الموف، لو بصينا عليها او لو فتحناها هنلاقي ان هي مسؤوله عن الشكل بتاع توبي، ازاي شكله اتكلم بيقول ايه، ممكن ان احنا نكبره نصغره، بلوكس علشان نخفيه، ونقدر ان احنا كمان نغير شكله من شكل لشكل، او احنا نخليه مثلا بدل يبص يمين يبص شمال. تالت واحده بقى عندنا اللي هي لونها اصفر ديت الايفنتس. يعني ايه كلمه ايفنتس؟ برضو انا هحط لكم اللينك بتاع كورس سكراتش جونيور تقدروا ترجعوا له بالتفصيل عشان ما تبقاش الحلقه طويله النهارده، تعرفوا كويس قوي يعني ايه ايفنتس. الايفنت ديت حاجه لما بدوس عليها يعني موقف معين لما بيحصل على اساسه بيحصل مجموعه من الكود، مش مجرد انه شغال في الخلفيه عندي، لا لازم حاجه تحصل. عارفين زي ما كده الحكم لازم يصفر عشان الماتش يبدا، هي دي بالظبط نفس فكره الايفنت. عندنا ان هو بقى كذا ايفنت، ان انا ادوس عليه ده ايفنت، او ان هو يقابل حد تاني ده ايفنت، او ان نبعت مسج سبرايت تانية تكلمه ان هي تبعت له مسج ده ايفنت. في عندنا ان هو اكتر من ايفنت. الجرين فلاج دوت بيبقى دايما المين ايفنت اللي احنا بنشتغل بيه، هو ده الاون بتاعي او الدبل كليك بتاعتي، او لما بدوس دبل تاب علشان افتح حاجه، هو دوت جرين فلاج، هو ده اللي بيفتح لي البرنامج. بعد كده هنلاقي الاورنج دوت بيتحكم اكتر في الموشن، بيتحكم اكتر في ان الحاجه تتعاد اكتر من مره. هي ديت كل البلوكس اللي فيه، وفي برضو ويت او ان انت تستنى، او ان انت تغير من سين لسين، السين اللي هي الباك جراوند بتاعتك، برضو كل دوت موجود في الاورنج بلوكس. البيربل بلوكس زي ما احنا شايفين كده المسؤول عن الاصوات، ممكن يلعب لنا موسيقى، ممكن نقفل الموسيقى، ممكن نسجل صوت، ممكن نلعب اغاني او نسمع اغاني في البرنامج بتاعنا. واخر حاجه البن، والبن دوت طبعا مسؤول عن الكتابه اللي هو بين اب وبين داون زي ما احنا شايفين، او ستامب ان هو يعمل لنا من الشكل بتاعنا ستامب. عارفين الستامبنج اللي بتعملوه على ايكو، او لما تبقوا شاطرين الميس في الفصل تديكوا واحده ستامب ريد كده ستار، هي دوت هي دي نفس الستامبنج. والاريزر اللي هي بتمسح، وديت الاخير اللي هو القلم اللي بنغير بيه الالوان بتاعتنا. وكمان عندنا بلوك اللي بيورينا الثيكنس بتاع الخط اذا كان رفيع او
اذا كان نقدر ان احنا نغير الخط، اذا كان نعمله رفيع او اتخن سنه او اتخن سنه. هي ديت البلوكس اللي موجوده عندنا في ايه، في توبي. طيب اول حاجه كمان هنعملها ايه بقى في البرنامج بتاعنا؟ هنعمل حاجه اسمها اد اكستنشن، اللي هي موجوده شايفين معايا تحت، اللي هي موجوده البيربل الاخيره ديت في البلوكس. هندوس عليها، ولما ندوس عليها هيجيب لي اتنين، في فيس ديتكشن وهيومن بودي ديتكشن. احنا عايزين الهيومن بودي لان احنا عايزين البرنامج بتاعنا يديتكت اور هاندز. يعني ايه ديتكت اور هاندز؟ يعني يشوف ايدينا وضعها ايه، عامله كده ولا عامله كده ولا عامله كده ولا عامله كده. فاحنا على اساس الحركه دي احنا هنقول له ان هو يعمل حاجه معينه. وهو ده بقى الجمال بتاع الارتفيشال انتليجنس، ان هو دي حاجه اوريدي موجوده، دي معموله بالاي اي، بتستخدمها علشان ان هي تفهم الحركه بتاعت ايدنا، ولما تفهم الحركه بتاعت ايدنا انا هخليها بالكود ان هي تعمل امر معين. يعني لما مثلا تبقى انت واقف بعيد كده وانت اقول لك ايه، لما اعمل لك كده اجري، ولما اعمل لك كده اقف، اوكي، ولما اعمل لك كده اجري بس بالراحه. فدوت ايه، حاجه بيني وبينك احنا فاهمينها. هنعمل حاجه شبه كده في الكود، انا هقول له على حركات معينه محتاجه ان هو يفهمها بايدي، وعلى اساس كل حركه هو هيعمل كود معين. هندوس عليه، هندوس ان هو بيعمل ادنج للاكستنشن ده. فلما هنعمل اد للاكستنشن هنلاقي ان ايه اللي ظهر لي، هنلاقي ان في كوره ريد كده ظهرت. خدتوا بالكم احنا كان عندنا كل الالوان، ما كانتش الريد دي ظاهره جنب الجرين، فهنلاقي ان في كوره ريد ظهرت ببلوكس بتاعتها، هي الكاميرا والسنسنج وشكل الايد واني صباع اللي طالع. هنعمل البرنامج بتاعنا ونفهم اكتر عن البلوكات اللي موجوده. اول حاجه بقى هعملها كمان ان انا عايزه اغير توبي ده واجيب بنسل. فشايفين ان هو هندوس على اللي هي زي بين دي، اللي هي زي الباسكت او زي البين، هندوس على الاكس دي، ولما ادوس عليها بيعمل ايه، كلوز. وهدوس على توبي اللي موجود ده اللي هو الدبه اللي بتاعتي، هيفتح لي كل الاشكال اللي موجوده، توبي وايه وحاجات كتير تانية. مش بس ممكن احط اي حاجه، بس انا ايه قررت ان انا هحط بنسل. فهعمل سيرش بكلمه بنسل هيطلع لي، هقوم عامله له هنا ايه، اد. اوكي، بعد ما عملت البنسل انا اول حاجه عايزه اعملها ان انا عايزه افتح الكاميرا بتاعتي علشان الايه، علشان هو يشوفني. فهروح للكاميرا وهقول له هنا اهوت الكاميرا موجوده فين، في الريد. فهقول له يبقى جرين فلاج كليكت. يبقى اول حاجه انا عايزاها ايه، لما الجرين فلاج كليكت افتح الكاميرا، اعمل ايه، اوبن الكاميرا. خلاص، يبقى هو دي اول حاجه. ولو جينا جربنا هنا مع بعض هنلاقي فعلا ان انا اول ما دوست الجرين فلاج هو عمل ايه، فتح الكاميرا زي ما انتم شايفين كده. طيب حلو قوي كده. وبعدين بقى، بعدين انا عايزاه ان هو يديتكت الهاند بتاعتي. طيب هنروح اقول له ان هو ديتكت الهاند بتاعتي، اللي هو البلوك اللي بعدها ديتكت الهاند بتاعتي. طيب لما يشوف الديتكشن بتاع الهاند بتاعتي، وكمان انا عايزه اقول له انا عايزاك تاخد بالك مثلا من الصباع الصغير او تتحرك مع الصباع الصغير. طيب احنا لما حطينا الثلاثه دولت وفتحنا الكاميرا زي ما احنا شايفين كده مفيش حاجه حصلت. طب ليه مفيش حاجه حصلت؟ مفيش حاجه حصلت لان ببساطه انا ما قلتلوش فور ايفر، الكود بيمشي بسرعه جدا جدا، هو عدى على الثلاثه بسرعه وانا ما لحقتش اشوف اللي حصل. فانا هقول له هنا هو انا عايزاك تعمل ده فور ايفر عشان اقدر ان هو طول ما الكاميرا شغاله وطول ما انا دايسه الجرين فلاج ابقى شايفه اللي بيحصل قدامي على الشاشه. هنجيب فور ايفر دوت يعني حاجه بتتكرر اكتر من مره. فور ايفر ده يعني حاجه بتتكرر على طول، طول ما البرنامج شغال كل الكود ده هو عمال ايه، ريبيت ريبيت ريبيت، يعيد 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 فيه. فانا هروح ان هو من الاورنج وهنجيب اللي هو البلوك اللي انتوا شايفينه ده اللي هو عنده علامه الايه، فور ايفر. التو ارز دولت معناه ان هو ايه، بيريبيت فور ايفر. انا عارفه ان ممكن تبقوا عايزين تعرفوا على بقيه البلوكات، بس انا النهارده البرنامج الخاص بينا هنتعرف على بلوكس معينه. ولو عايزين ان شاء الله عجبكم البرنامج وعايزين نعمل حاجات تانية، اعملوا سبسكرايب في القناه بتاعتنا وابعتوا لنا في الكومنتات اي حاجه انتوا تحبوا ان انتوا تشوفوها منفذينها بتوبي، او لو تحبوا تشوفوا عموما برامج زياده اكيد ان شاء الله هننفذها لكم. هحط الكلام دوت فور ايفر وهجرب مره تانية، وهنلاقي بصوا زي ما انتم شايفين كده ان القلم طول ما انا عامله صوابعي كده هو ماشي مع الصباع اللي ايه، شايفين الهاند ديت النقطه الوايت هنا اهو، فهيفضل ماشي مع اللي هي النقطه الوايت. لما غيرت ايدي عملتها عند الصباع ده اتغير عند النقطه دي، برده عند الصباع اتغير عند النقطه دي. يبقى اي صوابع انا هقول له ان هو اتحسب ايدي هو هيروح على طول البنسل عند الايه، الصباع اللي انا شاورت له عليه في الايه، في الكود. لما قلت له عملت ايدي اللي في النص بس البنسل بقى واقف في ايه، في نص الايد بتاعتي. يبقى هو ده بالظبط الفكره بتاعت البرنامج، ان هو الاي اي ده انا استخدمته علشان يقدر ان هو يشوف ايدي
وهنبتدي بقى نشوف هنحط له الكود علشان يرسم. طيب اول حاجه انا عايزاها ان هو علشان ان هو يرسم هجرب الاول تجربه بسيطه نحط قلم. طب انا لو حطيت قلم بس داون قبل الكود بتاعي اول ما ادخل فور ايفر هيحصل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده الكود بتاعي اشتغل. مجرد ان انا حطيت القلم وابتديت اعمل كده على الشاشه ابتدى القلم يرسم ايه؟ ازرق. طيب حلو جدا وبرافو عليكم شاطرين، ولو وصلتوا لكده وفاهمين وعملتوها تبقوا هايلين، وبكده انتوا عملتوا تقريبا البرنامج وخلصتوه خالص. طب تعالوا بقى نضيف شويه حاجات كده بتخلي البرنامج حلو اكتر. انا عارفه انتوا شاطرين وتقدروا انتوا تكملوا معايا. طيب عايزين بقى نضيف حاجه تغير لي، مثلا نعمل اريز قبل ما يبدا البرنامج الجديد. عايزه اخليه ينظف الشاشه القديمه، يبقى هحط ايه؟ علامه الاستيك اريز كل حاجه قبل ما نبدا. اوكي طيب وبعدين عايزه اغير الخط بتاعي، ممكن نخليه مثلا مور ثيك يعني اتخن شويه، يبقى برضو هجيب اللي هي بتاعه الخطوط زي ما احنا شايفين كده وهغير الايه الثيكنس او اغير السمك بتاع الخط بتاعي. وكمان عايزه اغير اللون، اقول له اعمل لي مثلا اعمل لي كل مره اجي ادوس على الجرين فلاج ابدا لي بايه؟ بلون مختلف. دوت لما اللي هي كل الالوان اللي مع بعض دي كل مره ابدا هيبدا بايه؟ بلون مختلف. شايفين لما جيت عملت واحده جديده شايفين الخط بتاعي السمك بتاعه زاد ازاي؟ حلو جدا وبقى ايه ماشي مع الصباع بتاعي، والشاشه كمان حصل لها كلير اتمسح كل حاجه. وقفت وعملت ستارت تاني، شايفين اتغير اللون بتاعي ازاي؟ بقى شكله لون مختلف خالص عن اللون الايه؟ الازرق. قررت ان انا عايزه اعمل حركه ان انا عايزه امسح الشاشه في وسط ما انا برسم او بعد ما اخلص الرسم حاسه ان انا عايزه امسح الشاشه، فهقول له لو لقيت ان الحركه بتاعت ايدي اتغيرت وعملت ثامب داون انا عايزاك تريز الشاشه، يبقى احط ده جوه الفور ايفر لان ده انا مش عايزاه بس في الاول، لا انا عايزاه يفضل طول ما ايدي شغاله هو شايفها. لو عملت الحركه دي في النص على طول ايه؟ يمسح الشاشه. يبقى هجيب البلوك اللي احنا شايفينه ده وهختار الايد اللي تحت وهقول هحط جواها ايه؟ الاريزر. حلو جدا الكلام ده. وكمان عايزه اقول له ان انا لما هعمل لك الحركه دي انا عايزاك تغير اللون، لما اعمل لك الحركه دي عايزاك تغير ايه؟ اللون. يبقى احنا دلوقتي هنديله حركتين، هنقول له ثامب داون هتعمل ايه؟ اريز، ولما اعمل لك الحركه دي تشينج كلر. تعالوا بقى كده نجرب مع بعض. وفعلا اهو مجرد نعمل الحركه دي عمال بصي تشينج كلر تشينج كلر لانه عمال يديتكت ايدي عامله كده. لما عملت له داون راح ايه؟ ماسح اهو. ابتديت ارسم وبعدين لما عملت له كده اغير الكلر، بس هو بيغير الكلر بسرعه قوي عشان لما مجرد ان انا اعمل كده لازم ارجعها بسرعه. اتمنى المشروع يكون سهل وبسيط عليكم وملوه خطوه بخطوه، ولو في اي حاجه مش عارفينها وقفوا في النص. ولو انت اول مره تتفرج انصحك بان انت تشوف الكورس بتاع سكراتش جونيور الاول، خاصه الحلقات الاولانيه هتفيدك جدا قبل ما تعمل المشروع ده. زي ما انتم شايفين كده جربنا والحمد لله بروجكت شغال، بس انا قررت ان انا اضيف حته زياده كمان. رسمت لكم قلب اهو، رسمت ان انا اضيف حته زياده كمان ان انا كنت حاسه ان لما بعمل كده ان اللون بيتغير بسرعه قوي. فانا هروح للكود واقول له لا انا عايزاك تعمل ايه؟ انا عايزاك لما اعمل كده تستنى دقيقه قبل ما تغير اللون اللي بعده. طب نستنى دقيقه دي هنجيبها منين؟ هنروح من الكود اللي هو بتاع الاورنج وهقول له ويت. شايفين الساعه دي؟ ويت 1 سكند. هتلاقوا كده لما بقيت بعمل كده ما بقاش يغير بقى لون واثنين وثلاثه، لا بقى بيصبر شويه. انا بقيت لما بعمل كده بيصبر شويه ان هو يغير اللون، ما بقاش سريع قوي زي الاول، ما بقاش سريع زي الاول وبقى بيصبر شويه في ايه؟ في تغيير اللون. اتمنى ان المشروع يكون عجبكم واتمنى ان انتم تكونوا اتعلمتوا فعلا بجد حاجه جديده. اتعلمنا يعني ايه ازاي نتفاعل مع الاي اي ونعمل منه مشروع بسيط جدا، وقدرنا كمان ان احنا نرسم في الهواء كل اللي احنا عايزينه. مستنيه تطبيقاتكم على هاشتاج كونفور. ما تنسوش تابعونا على السوشيال ميديا، لايك وشير وسبسكرايب. هابي كودينج.